بص يا جماعه بدون مقدمات، تعالوا نسمع الفيديو ده. الناس يا جماعه اللي بتتكلم على المجاملات هي نفس الناس يا جماعه كانت بتاجل لهم بال10 ماتشات 10 ماتشات وما كنتش تعرف تتكلم مع حد وقتها، وكان الاعلام يطلع يقول لك ايه، ايوه ايه مش من حقه ان هو يتاجل له 10 ماتشات. ليه؟ اصل بيقول ان هو ممثل مصر وانا اصلا اللي مشرف الكره المصريه كلها. طب انت دلوقتي خرجت بدري واتغلبت رايح جاي، اسكت بقى، اسكت وسيب الناجح يشوف شغله. يعني عايز تتفرج وتتعلم كان بيها والدنيا تمام، بس سيب الناجح يتصرف بالبلدي كده. خليك في اللي انت فيه، خليك بجد في اللي انت فيه. يعني انت ليه بتتكلم عليا؟ يعني ايه علاقتك اصلا بموضوعي؟ ايه علاقتك بيا دلوقتي؟ انت عندك عقود وعندك ازمات في اوضه اللبس، ولاعيبه عايزه تتساوى بصاحب ال 100 مليون في السنه، ومدرب مش عارف تمشيه. طيب انت دلوقتي النادي بتاعك طلب من رابطه تقدم ماتش المصري يوم علشان مسافرين تلعبوا في الدوره الرمضانيه بتاعتكم دي، تمام؟ ايه دخل الاهلي؟ مفيش حد خالص من النادي الاهلي اصلا يعني اخد باله من ده، لان انتوا يعني شيء ما يخصناش خالص، تمام؟ ايه اللي حشر النادي الاهلي في الموضوع؟ يعني انت مش وراكي حاجه في حياتك غير النادي الاهلي. انا ما اعرفش النادي الاهلي عمل لك ايه بصراحه، يعني انا نفسي افهم العقده بتاعتك من اتجاه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. ايه اللي حشر النادي الاهلي؟ والاهلي كان بيتاجل له 10 ماتشات يا كدابه، 10 ماتشات. طيب نفرض ان كان بيتاجل له ماتشات، ما كان الاهلي فعلا ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا، هو اللي كان رافع اسم مصر. الاهلي هو اللي رافع اسم مصر. ده رئيس امريكا اتكلم عن النادي الاهلي مع ميسي. فانت بتقارني ايه وبتقولي الناجح؟ انتوا ناجحين، انت مش شايفه البلاوي اللي عندكم؟ 14 قضيه وقف قيد وتقولي ناجح؟ لو فاشل كنتوا عملتوا ايه؟ ده في مكتب في الفيفا مكتوب عليها قضايا الزمالك من كتر القضايا بتاعتكم. 14 وقف قيد، انت مش مكشوفه من نفسك اصلا وتقولي ناجح منين؟ على الاقل النادي الاهلي بيغير مدربين وبيدفع مثلا راتب 2-3 كشرط جزائي، بس النادي الاهلي بيدخل له كتير. انت فين مداخلك؟ انتوا بتشحتوا من طوب الارض. انتوا لولا الاستاذ ممدوح عباس كان زمانكم مفرقين اللعيبه كده على الجوامع. وفي ايه؟ ما تفوق لنفسك وطلعي النادي الاهلي اللي هو عامل لك عقده في حياتك من دماغك. انت بتنامي وتقومي تحلمي بالنادي الاهلي وهاجمه ازاي؟ يعني احنا قصه ملناش فيها دخلتنا فيها ليه؟ يتقدم لكم يتاجل لكم، انتوا مش في دماغنا، انتوا كلكم كده كمنظومه مش في دماغنا. فانت بتتكلمي بناء على ايه؟ طيب نسمع الحته دي كمان ونرجع نرد. قصص وحكايات ومشكلات كبيره جدا، فخليك في اللي انت فيه. يعني ركز بقى في ورقتك وشوف هتحل مشاكلك دي ازاي. ما يهمنيش، انا دلوقتي عندي مهمه قوميه. انا من الاخر كده بمعنى صح، انا فعلا مش فاضيلك ولا فاضي لشائعاتك ولا فاضي للكلام اللي انت الناس بتتكلموا على الزمالك. انا عندي مهمه انقاذ صوره الكره المصريه اللي خرج منها 3 انديه، ما بقاش فاضل حد غير الزمالك. فخلوا الزمالك يأدي دوره يا جماعه. صح يا جماعه، الكل لازم يكون ورا ممثل مصر الوحيد بما فيهم انت. دورك دلوقتي انك تدعم نادي الزمالك لانه نادي مصري مشارك في بطوله افريقيه. يا جماعه نادي الزمالك ده نادي مصري بيحارب وبيكافح وبأقل الامكانيات ولسه موجود وما بيحاربش عادي. لا، نادي الزمالك بيحارب بشرف، بعرق، بجهد هو وجماهيره علشان يكسب البطوله. بصي هنا بقى بتقول ايه؟ الزمالك بيحارب في مهمه قوميه. مهمه القوميه. انتوا بتلعبوا في دوره رمضانيه. هي فين الحرب؟ وفين بيحارب بشرف؟ فين الشرف؟ يعني بتحاربوا بتعملوا ايه اصلا؟ انتوا بتحاربوا تعملوا ايه؟ انت بتعملي ايه في حياتك؟ انت لو تركزي في النادي بتاعك واعلامكم يركز في النادي بتاعكم وحل مشاكلكم، مش هتبقوا مفاتحين الكره المصريه بالشكل ده. انتوا 14 قضيه وقف قيد وال15 جايه في السكه. الواحد بينام ويقوم يلاقي قضيه وقف قيد. في ايه؟ انت في حد لعبلك في دماغك؟ يا بنتي فوقي شوفي انت تتكلمي في ايه. نداء لقناة الزمالك، نداء لإدارة نادي الزمالك، حوشوا بناتكم عننا، حوشوا نسوانكم عننا. كفاية احنا تعبنا.
كفايه احنا دماغنا وجعتنا اصلا. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل اللي بتقدموه في قناه الزمالك ده؟ ركزوا في ناديكم، فعلا ركزوا في ناديكم مش بالكلام. يعني اللي فيا اجيبه فيك، يعني اللي فيا اجيبه فيك. انتوا كلكم مركزين مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه بعض مشاكل دلوقتي، بس كل جواد كبوه. اي فارس بيبقى داخل معركه لازم بيتعثر بس بيقوم، والنادي الاهلي بيقوم وبينايم الكل وبيشهد الكل. ولو عايز افكرك ولا بلاش افكرك، انا شوف التاريخ يفكرك. النادي الاهلي 12 بطولة افريقيا، انتوا كام؟ 5. النادي الاهلي 44 دوري، انتوا كام دوري؟ 14 دوري. ال 14 قضية وقف قيد. طبعا يا صاحبي لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وصلي على النبي في الكومنتات وتابعنا عشان يوصلك كل جديد، وعلشان نشوف نسوان الزمالك اخرتها ايه معانا. السلام عليكم.